كده اقول لك كل اللي حواليك وخلينا نذكرهم بالاسم. المملكه العربيه السعوديه دفعت استثمارات في سد النهضه بقيمه 5.5 مليار دولار. من كتر الفلوس اللي السعوديه دفعتها في سد النهضه، الحكومه الاثيوبيه قدمت لها تسهيلات على الاستثمار في اثيوبيا زي الاعفاء الجمركي. بعد السعوديه تيجي الامارات اللي دفعت استثمارات في سد النهضه بقيمه 3 مليار دولار، وفي 3 مليار دولار تانيين هيدفعوا في صوره مساعدات للحكومه الاثيوبيه. بعد السعوديه والامارات تيجي الصين بتشارك في سد النهضه ب3 شركات، شركه شغاله على صناعه التوربينات، وشركه شغاله على الانشاءات الكهربائيه، والشركه الثالثه مسؤوله عن تركيب المحركات الكهرومائيه. بعدها تيجي فرنسا اللي هي كمان بتشارك الصين في صناعه توربينات السد، ومن قبلهم كلهم امريكا اللي دفعت لاثيوبيا استثمارات قيمتها مليار دولار. اثيوبيا صرفتها كلها على بناء السد. بعدهم تيجي اسرائيل وتحديدا شركه رافائيل المتخصصه في صناعه السلاح، علشان هي اللي تتولى تامين سد النهضه بمنظوماتها الدفاعيه وتحديدا منظومه الدفاع الجوي سبايدر MR. اسرائيل هي اللي بتحمي سد النهضه، وبالتالي حضرتك بتدرك هنا ان جرأة اثيوبيا مش من فراغ. اثيوبيا لوحدها صفر على الشمال ولا اي حاجه، لكن لما حضرتك تضرب كل الاستثمارات دي، مش اثيوبيا لوحدها هي اللي هتزعل، انت هتعور ناس كتير جدا في سكتك، وغالبا الناس دي مش هتسكت. وهنا نرجع للنقطه المهمه، اللي المفروض يخاف من سد النهضه دلوقتي بعد ما اتملى هي السودان مش مصر. هو خلاص اتملى، والميه اللي هتيجي بعد كده هتعدي لك غصب عن اثيوبيا. فسد النهضه مش المشكله الكبيره دلوقتي، المشكله الكبيره هي السدود الجديده اللي اثيوبيا عايزه تبنيها. وهنا مفيش غير حل من اتنين، اما ان مصر تستمر في التفاوض سعيا منها للحل الدبلوماسي وتجنب الحرب، لكن غالبا مش هتحصل حاجه جديده عن اللي حصل في ال 13 سنه اللي فاتوا، او ان مصر تحارب وتبقى غرزت